السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن مشكلة بتواجهنا كلنا الا وهي التأجيل. طب انا استاذنكم هروح اعمل كوباية شاي واجي. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة هنكمل الفيديو كله. جينا تاني عملنا كوباية الشاي بنعناع كمان يعني اهي دي بقى من ضمن المشكلة. يعني اول ما نعمل حاجة مهمة دماغنا بيفكرنا بحاجات تانية كتير نعملها. يعني مثلا كوباية الشاي ما كانش لها لزوم دلوقتي، انا كنت ممكن اكمل الفيديو اخلصه الاول وبعدين اعمل كوبايه شاي واشربها براحتي يعني فعادي. بس لا، هو لازم يفكرني بعمل حاجه قبل الحاجه المهمه اللي انا عاوز اعملها. مثلا انت هتذاكر دلوقتي وانا هذاكر بقى الساعتين بقى المفروض اللي هذاكرهم، يجي مخي يفكرني لا ما اتصلتش بصاحبي اللي انا المفروض اكلمه بقى لي فتره، ده هيزعل مني، ده حبيبي برضه لازم اكلمه. فندخل نكلمه. سألت نفسك قبل كده انت ليه ما بتبداش في الحاجه اللي انت عايز تعملها؟ يعني انا مثلا في اول السنه يعني كنت داخله شريره، يعني اللي انا هعمل حاجات كتير. ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده 2025 ده كل الحاجات ديت عملت ايه؟ في واحده غلط انا ما عملتش اصلا، تمام؟ وده كله ما بداتش فيه. طب ليه؟ لان انا زي ما قلت لك في اول الفيديو كده، يعني مخي بيفكرني بعمل حاجه مش مهمه فبتاجل الحاجه المهمه اللي انت المفروض تعملها دلوقتي. فاهمني؟ انا المفروض كنت كاتب ايه 306 300 فيديو يوتيوب في السنه ديت وما نزلتش ولا فيديو. آي. صدق كوبايه الشاي حلوه. طب اكمل الفيديو بقى. بص هو مخنا مبرمج على كده اكيد، يعني اللي هو احنا مخنا ما بيحبش الحاجه اللي احنا المفروض نعملها ديت، فاحنا مش هنعملها. هو بيحاربنا عشان ما نعملش كده. فانت بقى انت بدورك انت تضحك عليه، تقول له لا انا هبدا بس 5 دقايق في المهمه ديت واعمل كوبايه الشاي مثلا وانزل واكمل مذاكره تاني او اكمل في الحاجه اللي انا هعملها ديت وبعدين هتكمل. هي مشكله بس في البدايه، هي الحاجة اللي المفروض منا تاخد منا وقت كبير ممكن نخلصها في وقت أقل كتير، بس احنا لو بدأنا. بس هي المشكلة بس في البداية. يعني مثلا دلوقتي أنا عايز أخلص المفروض المذاكرة اللي عليا ديت دلوقتي المفروض أخلصها وبتاع. فدلوقتي هي المفروض أهم حاجة أعملها دلوقتي، لأ، مخي يجي يفكرني بالفيديو دلوقتي. ده حبايبك اللي في اليوتيوب هيزعلوا منك لان انا اصلا ما نزلتش فيديو بقالي 3 شهور ولا 4. فاهمني؟ فاجل. هو حاجه مفيده الفيديو بس المذاكره اللي عليها دلوقتي اهم. فباجل الحاجه فباجل الحاجه المهمه عن الحاجه الاقل اهميه. اكيد انتوا فاهميني يعني. فانا دلوقتي ما كنتش محضر ولا اي حاجه خالص، ما كنتش محضر اي حاجه خالص، بس انا طالع اقول مشكله. آه طالع اقول مشكله. ما حطيتش المايك. طالع اقول مشكله بتواجهني انا. بس انا هكمل المايك بقى، احط المايك كمل الفيديو. مش عارف المايك ممكن يعمل يعني فرق كبير ولا لا، بس هو اصلا متلعبك. تمام، ثانيه واحده. تمام، نشرب كوبايه الشاي اللي بنعناع طب انا دلوقتي عايز حل للمشكله ديت وانتوا اكيد عايزين حل واحنا كلنا عايزين حل. نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هتعملوا ايه؟ بس انا بقول اللي عايز حاجه بيعملها مهما كان، ومهما تأجل عليه حاجات، ومهما كان عليه حاجات اكتر، فلازم يعمل الحاجه المهمه اللي هو مستني يعملها طول السنه ديت. يعني انا ان شاء الله ممكن في ال6 شهور اللي جايين ده في اخر السنه بقى اعوض ده كله. حد عارف؟ ما حدش عارف. انا ممكن السنه ده كله في الاجازه، بس المهم انت كتبتهم في 2025 تخلص ده كله في 2025. مش عارف بقى هتجيبها ازاي، بس انت المهم هتعمل كده. بص، ما انت هتدنك تأجل، وانا بقول لنفسي هدنا أجل الحاجة، هستنى الوقت المناسب عشان تتعمل. ما هو مفيش وقت مناسب هيجي،
الوقت المناسب يا صاحبي، انا بقول لنفسي اهو دلوقتي الوقت المناسب انك تبدا. بس إيه المشكله في البدء؟ بس انا بقول لك تبدا وتكمل مذاكره، ومالكش دعوه بألاعيب مخك ديت، وبس كده. وتشرب كوبايه الشاي وتكمل مذاكره. اهو انت عملت الفيديو، وبعدين وانت بتسجل الفيديو قلت اعمل كوبايه الشاي. يا عم حلال عليك كوبايه الشاي. بس دلوقتي يا صاحبي لازم تكمل مذاكرتك، ولازم تكمل الفيديو بتاعك. ويا رب اكون استفدت انا من اللي انا بقوله ده واطبقه وهنزل. ولو نزلت فيديوهات كتير تاني بعدها يبقى انا استفدت من الفيديو ده، لان انا مأجل فيديوهات كتير المفروض اعملها، وده من ضمن الفيديوهات اللي انا مش محضرها. وبس كده يا صحابي، بس كده اكمل انا مذاكرة. والسلام عليكم. متنساش اهم حاجة ايه؟ نبدأ نخلص كوباية الشاي يعني. لا، نبدأ في الحاجة المهمة اكيد طبعا. تمام ان شاء الله. لو قلت كده وعملت اللي عليا هنزلكوا فيديوهات كتير تاني. متنساش تعمل لي تعليق ولايك واشتراك وحركة اليوتيوب ديت. تمام وبس كده. يلا سلام يا صاحبي. السلام عليكم.